بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، احنا النهارده في السماحيه الكبرى اللي عملت شغل جميل واللي كونت فريق كبير. الفريق النهارده ينتمي للاستاذ مجدي. استاذ مجدي، ازي كابتن حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. كونت الفريق ده امتى وازاي؟ والله يا دكتوره، احنا الفريق دوت انا من 45 سنه وانا مدرب كاراتيه في مركز شباب السماحيه، وسافرت بره برضك، قعدت 15 سنه في الكويت، كنت مدرب نادي السلميه الكويتي. وان شاء الله انا ليا شغل كبير قوي في بلدي، وعامل فريق وعامل نشاط جامد ومسمع على مستوى الدائريه وعلى مستوى الجمهوريه ان شاء الله يا رب، وربنا يبارك فيهم يا رب. بنقول عزيزي المشاهد، الاستاذ مجدي مسك مكتب مؤسسه النيل العالميه للتنميه واعداد القاده. الفريق ده هيبقى فريق المؤسسه، وهيتصاعد منه اللي هيتصاعد المواهب لبلاد بره باذن الله. والفريق هنبدا من اول حد لاخر حد، وهنعرف من كل واحد ميوله وطموحه وهو هدفه ايه، ونفسنا نوصل بفريق السماحيه عزيزي المشاهد نوصل له لفين؟ للنجوميه، لان هم فعلا يبقوا فريق. الوقت هم اطفال وبيتدربوا، بكره وبعده هيبقوا مدربين، وعايزينهم يبقوا مدربين دوليين، بيرفعوا رايه مصر، وبياخدوا الذهبيه والبرونزيه والفضيه على مستوى العالم. هنبدا باول طفل. ازيك؟ انت اسمك ايه؟ محمد. يا محمد، خايف ليه؟ اتكلم كده وخليك جريء. بتحب الكاراتيه؟ مين اللي بيمرنك؟ كابتن مجدي. طيب، معايا الأمورة الصغيرة دي، اسمك ايه؟ ملك. الله، وانت باين عليك شاطرة وقمر يا ملك. بتتمرني كاراتيه ليه يا ملك؟ احيانا ما اتمر. احيانا؟ لا، احنا عايزينك تتمرنوا على طول، مش عايزين احيان، صح؟ وتورينا كده شطارتك كده، عشان ايه؟ تبقى شجاعة. الكاراتيه ده لعبة الأقوياء، صح؟ طب، وانت اسمك ايه؟ محمد. عايز تبقى ايه يا محمد؟ تاخد شوف. الحزام البرتقاني الاصفر الابيض، تاخد ايه؟ البني. البني. وتوصل بايه باذن الله؟ تبقى اكبر لاعب في العالم ان شاء الله. وانت يا واد يا حلو، انت اسمك ايه؟ ادم. عايز تاخد الحزام النهويه ادم سؤال. البرتقاني؟ يعني هو بني وانت برتقاني؟ طب الحزام البرتقاني اشمعنى يعني البرتقاني؟ انت عايزه وخلاص. خلاص. وانت اسمك ايه؟ ياسين. يعني عايز توصل لايه؟ نسي حزام ايه تبقى عايز الحزام ايه؟ ابيض. ابيض. يعني انت لسه الحزام الابيض ده اللي بياخده الاول واحد. هتاخد الحزام الابيض وبعدها تولى الاحزمه لحد ما تاخد الاحزمه كلها. وانت اسمك ايه؟ احمد. عايز ايه يا احمد؟ ونفسك في ايه؟ نفسي اطلع زي كابتن مجدي، مدرب برضو الكاراتيه، ولما اتدرب اكون اعرف ادافع عن نفسي. ما هي الكاراتيه لعبه الدفاع عن النفس، وفوق من ده وده هي اللياقه البدنيه للجسم، وبتساعدك كمان على النشاط والحركه والعقل السليم في الجسم السليم. كل ما بتتمرن افضل واقوى بتوصل لحلمك. تمام. كل سنه وانت طيب. وانت اسمك ايه؟ اياد. نفسك في ايه يا اياد؟ نفسي ان انا ابقى كابتن زي من الكباتن، واوصل للحزام الاسود وادافع عن نفسي. شاطر، وهتبقى تاخد الحزام الاسود وتدافع عن نفسك. شاطر شاطر. وانت اسمك ايه؟ انت عسل يا احمد. عايز تاخد الحزام؟ انت خدت الحزام الابيض خلاص، عايز تاخد ايه؟ حزام من هو؟ الحزام الابيض. الحزام الابيض. طيب، تاخد الحزام الابيض وهتبقى بطل في يوم من الايام، وكل الناس هتتكلم عنك، واحنا هنيجي نصور وياك بقى، وانت راجل كبير كده وقد الدنيا. ها؟ انت اسمك ايه؟ اياد. انت لابس الحزام الابيض، مستعد وجاهز، بتتمرن كاراتيه؟ حابب الكاراتيه؟ ونفسك ايه تبقى في الكاراتيه كده؟ تبقى ايه؟ تبقى زي باباك؟ هتبقى زي بابا. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. نفسك تبقى ايه؟ اخد الحزام الاسود. ما هو صاحبك، هو اخد لا، دي البني. بني. انا برضك مع بني. معاك بني وعايز الاسود. تعرف المراحل اللي بتاخدوا فيها الاحزمه؟ مثلا بيبدا الاول الابيض، بعد كده ايه؟ الابيض، بعد كده الاصفر، بعد كده البرتقاني، بعد كده الاخضر، بعد كده الازرق، بعد كده البني، بعد كده الاسود. يعني هما كده 9، صح؟
وانت عايز تاخد، انت واخد البني اهو، نفسك توصل بحلمك لايه؟ يعني تلبس ايه؟ البس الأسود. الاسمر. الاسمر ده بقى ممكن تتصعد للجمهوريه وتبقى بطل من ابطال الجمهوريه، صح؟ يلا ربنا يوفقك وتوصل بحلمك. انت خدت البرتقانه خلاص، كل سنه وانت طيب. ازاي وصلت للبرتقانه واتمرنت ازاي وكم ساعه في اليوم؟ ساعة. تتمرن ساعه في اليوم لحد ما وصلت للبرتقان. الكابتن بيشجعك اول ما بيبدأ معاك التدريب، بيقول لك ايه؟ بيشجعنا على ان انا اوصل لحلمي. وانت عايز توصل حد لسه ما بدأش لحلمه هتقول له ايه؟ هقول له اتمرن واسعى لحلمك. يعني ايه؟ تصدق بالله انت كلامك بالدنيا كله. يعني انت بتقول لأي واحد عايز يبدأ ويتمرن اسعى لحلمك، وهو هيسعى لحلمه لما يلاقي في حد فعلا زيك طموح وبيسعى لحلمه، اكيد هو نفسه كمان هيسعى لحلمه، صح؟ ربنا يوفقك. وانت اسمك ايه؟ اسمي عبد الرحمن. نفسك في ايه يا عبد الرحمن؟ نفسي اخد الحزام الاسود وابقى مدرب كبير زي الكابتن مجدي كده. لا احنا عايزينك بقى اكبر من كابتن مجدي. بس نوصل له بس. هتوصل له وهتبقى كبير باذن الله. كابتن مجدي خد مرحلته وربنا يديله الصحه وطولة العمر. هو بيفرح اما بيلاقي حد فيكم بيتصاعد او بيكبر او بيوصل فعلا ان هو ينول حاجه، وانتوا ما شاء الله كل يوم حد فيكم بيزيد من حزام لحزام لحد ما توصلوا وهتبقوا كباتن في مصر وفي العالم كله باذن الله. تقول كلمه ايه للمصريين وانت مصري وبتشوف ناس دايما اكيد متابعه تلفزيون، بتشوف ناس بتوصل للاحزمه ومش بس له مصر بس، في مصر ده بيروحوا اوروبا وامريكا وبيروحوا دول العالم وبيبقوا فعلا لهم بصمه في العالم كله. تقول ايه؟ اسعى لحلمك وما تبصش لاي حد. اسعى لحلمك وبص لاحسن منك. والنجاح ان احنا نبص لقدام دايما، محدش فينا يلفت نظره لورا، لان طول ما انت بتبص لقدام ربنا بيبقى يعطيك الدافع والنجاح اللي يوصلك لحلمك. ويا رب توصلوا لحلمكم البر الامان. وانت انت مبتسم صح ولابس احمر، خلاص عايز توصل لايه؟ للاسود. ابقى كابتن. تبقى كابتن. ولما تبقى كابتن كده ويبقى قدامك فريق وانت اللي قاعد بتدرب الفريق، احلم يعني بالموقف ده وانت قاعد تدرب الفريق، اول حاجه هتقولها لهم ايه؟ اعملوا ايه؟ اتمرنوا واسعوا لحلمكم. وهتديهم مبادئ اللعب، ازاي يبدأ وازاي يقوي نفسه فيها وازاي ينتشر. ربنا يوفقك وتوصل بحلمك وحلم السماحية. اما تبقى النهارده في السماحية بكرة تبقى في البرازيل ولا المنتخب الدولي، وتبقى وصلت بحلمك وحلم بلدك لايه؟ للعالمية. كل سنة وانت طيب. انت طيب. ازاي حضرتك؟ عرفنا بيكي. انا اسمي شمس. وانا نفسي ابقى بطلة الجمهورية في الكاراتيه واخد الحزام الاسود باذن الله. احنا دلوقتي بنتاح فرصة للمشاهدين. انتوا طبعا احنا سجلنا مع الفريق كله واكيد تصويركم ده هيوصل. لو انت عندك فرصه تروحي بالقاس ومن بالقاس للمنصوره وتتصعد للجمهوريه، اهلك بيمنعوا ولا انت كده هم معاكي في الجري ورا حلمك؟ هم معايا. عزيزي المشاهد، احنا بنقول ان هي احلامهم. احنا بتاع السماحيه مش قرية بس كبيرة شوية ونموذجية وقرية جميلة، بس كل إنسان بيحب يوصل بحلمه لبر الأمان، مش نفسه يفضل في مكان واقف، لا هم نفسهم حلمهم يتنقل من بالقاس للمنصورة للقاهرة لحد ما يوصلوا للي هم عايزينه. وإحنا وياكم في حلمكم، ونتمنى فعلا من خلال مؤسستنا مؤسسة النيل العالمية لإعداد القادة إن أنتوا فعلا تبقوا مدربين دوليين في مصر وفي العالم كله، وتتركوا بصمة زي ما أنتوا أخدتوا بصمة من الأستاذ مجدي ومن الناس اللي دربوكوا، تتركوا بصمة اللي بعدكم للأطفال اللي هتيجي تبدأ وتبقى نشء، ومن النشء تبقى تحياتي لكم. كل سنة وانتم طيبين. وانت اسمك ايه يا قمر؟ هبه محمد جد. نفسك في ايه يا هبه؟ ادخل الحزام الاسود. وانت شجاعة كده، وما تاخدي الحزام الاسود تقدري فعلا تدافع عن نفسك وتقدري حد كده بيهاجمك تدخلي عليه بالهجوم كده وما تخافيش ولا تترددي. طب نفسك في ايه تاني غير الكاراتيه؟ بطل الجمهورية في الكاراتيه. ان شاء الله هتبقوا كلكم ابطال، وان شاء الله توصلوا بحلمكم لبر الامان. وانت اسمك ايه؟ دعاء. بصي يا دعاء، انت لابسه الاصفر يعني اخدتي كذا حزام صح؟ وشكلك كده اموره وزي العسل، واكيد عندك موهبه تانية غير موهبه الكاراتيه صح؟
بتحبي تغني، بتحبي تمثلي، بتحبي تعملي اي حاجه تانية؟ بغني بتحبي بتحبي تقولي ايه؟ اي حاجه. تعرفي تقولي اي حاجه؟ طب سمعينا كده، احنا خارجين من العيد والناس هيشوفوكي بطل الكاراتيه ويشوفوكي بطله في ايه؟ مش حافظه يعني؟ بس انت جواكي حلم تاني كمان جنب الكاراتيه. كل سنه وانت طيبه وحلمها يكبر وتتألق وتنجح يا رب، وهنبقى موجودين معاهم دايما. احنا شفنا الفريق اهو، وشفنا النادي كبير عندهم يقدروا يدربوا 1 و2 و10 ومليون. ازيك؟ اسمك ايه؟ البنوته الشاطره اللي داخله كاراتيه صوتها يبقى عالي، لان هي ساعات ممكن تبقى في موقف وتبقى عايزه تدافع عن نفسها، يوم ما يبقى صوتها واطي مين اللي هيسمعها؟ مش شجاعه ان يبقى صوتك قوي وتقدر تدافع عن نفسك؟ احنا عايزينك بقى تدافع عن نفسك وتقول للناس اسمك ايه بقى، وعايزه تبقى ايه؟ مدربة كاراتيه. مدربة كاراتيه. وبرضه واطي، كبري صوتك يا جميل، عشان البنت اما بيبقى عندها شجاعة الناس بتخاف منها او يهبوها، انما طول ما بيلاقوا صوتها منخفض او كشه بتلاقيكي تدي عكس للي قدامك، ان انت ايه مش قادره تواجهيه، انما انت داخله حاجه مواجهه، انت داخله مواجهه على طول مع الناس، صح؟ يبقى المواجه يبقى صوته ايه عالي وقوي، وتبقي في نفسك شجاعه ان انت تقدري تهزمي اللي قدامك وتوصلي بحلمك لايه. عايزه توصلي تروحي فين؟ القاهره، اسكندريه، اي مكان؟ اسكندريه. اسكندريه؟ هتروحي اسكندريه عشان البحر والميه ونبلبط كلنا هناك. ازيك؟ اسمك ايه؟ جن. عايزه توصلي لايه جن؟ عايزه اوصل للحزام الاسود. ونفسك في ايه في المستقبل؟ انت في سنه ايه الاول؟ رابعه. يعني انت في سنه رابعه. نفسك ايه في ايه في المستقبل؟ انك تبقى مدربه، تتركي بصمه، تعملي ايه مع الناس؟ اللي انا اساعده. يعني انت حلمك انك انت تبقي ناشطه اجتماعيه، بتساعد الناس مثلا الغلابه والفقراء وتقفي جنبهم، زائد انك بتلعبي لعبه بتحبيها، ده طموح نفسك زائد طموحك للغلابه، صح؟ وتقول ايه للناس اللي على الله النهارده، وانت هدفك انك توصلي للناس اللي على الله؟ تقول لهم ايه النهارده؟ ما انت قصدك وكل طاقتك ان انت تساعدي الغلابه والفقراء، صح؟ يبقى اكيد دي انت داخله في نشاط اجتماعي، ده اسمه النشاط الاجتماعي، او تبقى حاجه بتحب المجتمع والمجتمع بيحب. تقول ايه للناس النهارده الفقراء او الغلابه او البسطاء؟ انك نفسك لهم لايه؟ اللي انا اساعده. ويا رب حلمك يتحقق وتوصلي للحزام الاسود، تنجحي باذن الله. وانت اسمك ايه؟ اسيل. نفسك في ايه؟ نفسي اكون دكتور. دكتوره؟ ايوه. يعني الكاراتيه ده واخداها مهنه للدفاع عن نفسك، وتبقي في الاخر دكتور، صح؟ ايوه. واما تبقي دكتوره هتبقي عايزه تقدمي ايه للناس او تقولي للناس ايه؟ اقول لهم الدكتوره لازم تبقى قاعده بتكشف على الواحد وبيبقى عيان ورايح لها ميت، ويخرج من عندها فرحان ومبسوط وسعيد، ويطلع يقول الحمد لله ربنا شفاني على ايد الدكتوره فلان. اما الدكتوره هتبقى ساكته هتبقى دكتوره ازاي؟ ولا هو يطلع يقول مش تبقى شجاعه؟ ايوه. عشان الدكتوره من جواها الشجاعه، زي ما بتدي للطفل او بتدي للشخص اللي قدامها جرعه قويه، هو بيخف وبيطلع ويبقى سليم من عندها ويقول الحمد لله ربنا شفاني، صح؟ ايوه. يبقى تعلمي الشجاعه مع الدفاع عن النفس، وتوصلي بحلمك الاسمر، حلم الحزام الاسمر، صح؟ ويا رب يوفقكم جميعا وتوصلوا كلكم لحلمك. عايزه حلمك يبقى ايه؟ عايزه ابقى مدربة كاراتيه كبيرة ان شاء الله. الحاجه بسيطه، الحلم بيبقى صغير وما بيكبرش الا لما احنا بنفكر فيه، بنفكر نعمل ايه في حلمنا، لان عقل الانسان بيتولد صغير، كل ما بيكبر كل ما انت بتكبري حلمك بيكبر. ممكن تبقى مدربه دوليه، مش مدربه بس على قد انك هتدربي الفئه اللي قدامك او الاشخاص اللي قدام. يعني احنا نفسنا دايما اما نفكر لقدام وللاوسع وللاجمل، وتوصلي بحلمك غير انك تبقى مدربه. عايزة تبقى دكتوره، مهندسه، دكتور. ان شاء الله يا رب كل واحد يوصل لحلمه والبر الامان. اسمك؟ ملكة. نفسك في ايه يا ملك؟ نفسي ابقى مدربة دولية ويبقى معايا كل الاحزاب.
يعني تشيل التسعة وما تيجي رايحة في مكان كده تقلعي واحد وترمي التاني لحد ما تغيري في التسعة. لا، اوصل للحزام الاسود. الحزام الاسود هو ده النهائي، وهو ده مسك الختام، وهو ده اللي بيأهلكم فعلا ان انتوا توصلوا للبطولات بره، صح؟ ربنا يوفقك وتوصلي بحلم. وانتي اسمي حبيبي. قولي لي يا حبيبي، جايه هنا جديد وعاوزه حبيت الكاراتيه وعاوزه اتدرب هنا اما يبقى وآخد عندكم الحزام استاذ زي كابتن مجدي وبيدرب بحبه، واحد قاعد في الكويت فتره طويله وقاعد في مكان جميل وساب المكان اللي هو فيه عشان يوصل بجنود بلده للاطفال ويوصلهم للناس، مش عشاني ولا عشانك ولا عشان كده، ده هو كمان عايز يوصل ان اسمه يبقى مسمع زي ما ساب بره وساب شغل بره بفلوس وكان هيحقق له نجاح وشهرة أكبر ويجي يكون فريق زيكم وكده، يبقى كده عايز يوصل بيكم وبيه لبر الأمان، وإن هو فعلا يبقى سمع في منتخب الاتحاد الدولي في جميع الدول. فانت من النهارده ابدأي مع بدايه حلوه كده مادام لسه جايه بادئه، وتستعيني بالله وهو فعلا هيمرنك التمرين اللي نفسك فيه، وابدأي اشتغل على نفسك. الانسان لما بيشتغل على نفسه بيوصل لحلمه اي حلم كان. اما الاقي نفسي بفكر في نفسي وبشتغل على نفسي وبساعد الاخرين، برضو ربنا بيساعدني ان انا اوصل بحلمي. معانا بقى شوف انت سيبناكي بقى يا حبيب، ازيك؟ انت اصغر مدرب هنا صح؟ قول لي يا عبد العزيز، نفسك تبقى بطل كاراتيه عشان تضرب العيال في الشارع ها ولا تضرب العيال برا؟ ها عبد العزيز اصغر طفل، بس هو اكيد طبعا جواه طموح وامال. هو بيتكلم لسه بسيط بس اكيد جواه حاجه كبيره، واحنا بنقول الحاجه الصغيره بتكبر، بتكبر بينا وبتكبر بجمالنا. ومعانا بنوته حلوه لابسه الاصفر، اسمك ايه؟ جن. نفسك في ايه جن؟ نفسي اطلع دكتور. وحاسه بالكاراتيه فعلا ان هيوصلك انك تبقي دكتوره؟ عارفه السبب ايه؟ انت عارفه ايه السبب اللي يوصل من الكاراتيه انك تبقى دكتوره؟ الكاراتيه بيجي في العقل السليم في الجسم السليم، والرياضه قوه بتقوي عقلك وبتقوي جسمك. واما انت هتبقى دكتوره هتبقي فعلا قويه البدن وقويه الجسم وقويه العقل اللي يفتح لك سكه فعلا تفكري في حلمك، صح؟ ونقول ايه لكابتن مجدي اللي معاه الكوكتيل الحلو ده من الاطفال، وكل طفل له حلمه وكل طفل حابب فعلا انه يبقى حاجه، لان هو الوقت صغير وحلمه صغير، واكيد سنه واتنين الحلم معاه بيكبر. تقول لهم ايه يا استاذ مجدي؟ والله نفسي يعني يجيبوا تمرين كل يوم وانا تحت امرهم كلهم، وامرنهم واوصلهم لبر الامان واوصلهم من احسن مناصب في الكاراتيه، وتبقى معاهم احزمه وبقوا مدربين وفي منتخب مصر ومنتخب الدقهليه. وان شاء الله انا عندي لعيبه حلوه جدا ممتازه وبتحقق مراكز في مستوى الجمهوريه ان شاء الله وعلى مستوى الدقهليه. احنا بنقول حاجه دلوقتي يا استاذ مجدي، بنقول الاستاذ مجدي مسك النهارده مكتب مؤسسه النيل العالميه للتنميه واعداد القاده هنا في السماحيه. هو هيشكل فريق بيتدرب في كل التأهيل، تأهيل كاراتيه، تأهيل ملاكمة، تأهيل كمال أجسام، كل التأهيلات. كل اللي عايز يتضم في الفريق النهارده عزيزي المشاهد من السماحيه من الستموني من اول بالقاس لاخر الحفير هنوصله ان شاء الله، والستموني بر الستموني كله والبنزيمه وشهاب الدين وكل الكلام. النادي تنميه بشريه كله لانه هو المكتب المؤسسه تنميه بشريه ومهارات ذاتيه ولياقه بدنيه وحاجات جميله. هو كل اللي عايز يتواصل وياه هناخد من الاستاذ مجدي رقمه. النادي هنا كبير قوي 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 اهو، والنادي هيسع من الحبايب 1000 وهيسع كل التخصصات حتى اللي بيلعب كوره. هيجي للاستاذ مجدي. عرف الجمهور يا استاذ مجدي رقمك ويتواصل وياك ازاي، وانت متاح في البيت من كام لكام عشان اللي هيتواصل وياك هيجي على طول بالفريق بتاعه. انا متاح في البيت من الصبح لما لاخر النهار موجود. انا كل حلمي كله اللي اشوف ابطال في مصر من السماحيه، وفي نفس الوقت رقمي 010 6 12 80 465 010 6 12 80 465. وطبعا اشكر مدير اداره الشباب والرياضه الكابتن الدكتور عبد الباسط عبد الصمد، وهو بصراحه ربنا دكتور
ماسك مدير شباب الرياضه في بالقاس، وهو عامل لنا الواجب وعامل لنا الشغل في مركز شباب السماحيه، واعطينا فرصه ان احنا ندرب الابطال دهوت، ومسهل لنا كل شيء. وبنقول كمان ونشكر الاستاذه الدكتورة غاده حمادي رئيسة مجلس مدينة بالقاس. هي دكتورة غادة، الفريق عندك في السماحية، والسماحية حتة من أرض بالقاس. نفسنا بنشاطنا ان بالقاس تاخد المراكز العالميه على مستوى العالم كله. انا شفت ببورسعيد في افتتاح المؤسسه ولد واخد البطوله في العالم، وبنت خدت في المانيا، وراحت بلدين خدت بطوله العالم فيهم، ودي من ذوي الاحتياجات الخاصه من عندنا من المؤسسه. احنا عايزين برضو بالقاس مدينتي ومدينه الاستاذ، مش عايزينها تبقى بسيطه. هو بادئ من السماحيه، وحظه ان بين السماحيه وبالقاس 3 كيلو، والخط شغال عنده 15 ولا 20 قرية، بنزينة وشهاء وحفر شهاب الدين والخلالة والشوامي وابو تشيشة. لو قعدنا نعد فيهم مش هننتهي. احنا عايزين كل الناس اللي في الاماكن دي، السماحية بينها وبين بالقاس ما فيش، قبل ما هيوصل بالقاس هينزل السماحية، ومجرد ما ينزل السماحية يتواصل ويا الاستاذ مجدي، هينضم للمؤسسة وهيملى الاستمارة، وهيبقى من الفريق اللي هيوصل للاتحاد الدولي باذن الله، وهيوصل بحلمنا وحلم الجميع لبر الامان. بقول لك يا استاذ مجدي، طموحك ايه ولا هدفك ايه؟ هدفك ايه؟ توصل بايه؟ هدفي اللي انا اوصل للعالميه فريق مركز شباب السماحيه، علشان انا بشتغل معاه بضمير، وبشتغل معاه من الصبح كل يوم من السبت لما للجمعه شغالين. فانا نفسي اوصل سواء بنات سواء بنين سواء ذوي الاحتياجات الخاصه، نفسي اوصل بهم لمستوى العالم مش مستوى الجمهوريه ان شاء الله رب. وده اللي احنا عايزينه. عايزين نقول يا ابن مصر ان مصر مش بلدك لوحدك، ده مصر بلدنا ولازم نشتغل عليه. اما يبقى عندنا القوه والطاقه ديت في بلد زي السماحيه، والطاقه دي هتخرج بره وهنفرز منها المواهب اللي هتتصاعد للاتحاد وتتوصل للبطولات العالميه، نقول ان مصر ولاده، مصر بخير، مصر اللي انجبت ناس كتيره اشتغلوا فعلا على نفسهم ووصلوا للعالميه. واحنا بنقول النهارده من خلال اللقاء ده عايزين نوصل للعالمية يا أستاذ مجدي عن طريقك، ومؤسستنا اسمها مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القادة. من الأستاذ مجدي للمدرب محمد، كابتن محمد السيد، مساعد مع حزام اسود دان واحد. احنا عايزين نسأل حضرتك بطاقتك ايه وانت بتقدم الفريق ده والفريق ده؟ لسه طبعا في ناشئ من 3 سنين ونص وانت طالع، بيقدموا لك صعوبه ازاي ولا بتتعامل معاهم ازاي؟ والله الاطفال الصغيره لازم بهدوء وتعامل بالراحه وتحبب الطفل فيه، عشان لما تقول له حاجه يسمع الكلام ويعملها صح. الحمد لله هم كلهم يعني حلوين وشطار. واحنا شفنا ناس بيجروا حواليكم، يعني اكيد هم عندهم الشجاعه للجري، لان الجري ما شاء الله كلهم يعني اطفال بتحب اللعب. الجري ده بينشط كمان الدورة الدموية، وبيخليه يساعده على انه يفرز الطاقة الإيجابية اللي جواه عشان يقدر فعلا يتمرن ويبقى شجاع. تحب تقول ايه من السماحية وتطلعه للناس بره السماحية؟ والله كل واحد يعني يعمل مجهود ويوصل، وان شاء الله انا والكابتن مجدي هنوصل ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن مجدي النهارده بقى مدرب معتمد من مؤسسه النيل، هو مدرب معتمد من قبلنا بكتير، بس هو النهارده انضم لمؤسسه النيل العالميه للتنميه واعداد القاده، وعايزين الفريق ده يبقى اقوى فريق، واحنا هنبقى شغالين على الفريق لحد ما يوصل للاتحاد باذن الله. حلم ليك تقدمه النهارده للشارع وللناس اللي هيشوفوك من مصر وبره مصر، وتقول ايه؟ يعني كل واحد ليه ابنه ما يخلوش في الشارع، يوديه لعبه يتلبخ فيها. لا وغير كده كمان الطفل لو اتنشأ في الشارع بيطلع سلبي، ويفرز الحرامي المجرم قتال القتله، بيفرز فرز خطأ. انما لما بيجي هنا وينمي موهبته بيحس ان ما عندوش وقت يعمل حاجه غير انه ينجح ويتفوق ويتأهل. وده اللي احنا عايزينه، عايزين تنشيط العقل والرياضه وتنشيط الفكر من خلال لعبه فعلا هو يستفيد بها ماديا في المستقبل، ويستفيد بها معنويا وهو صغير، ويستفيد بها جسميا مدى الحياه. لان طول ما الجسم السليم بيفضل الانسان سليم وصحته سليمه. قويا فالحياه لا تقبل الضعف.
ربنا يبارك لك وتوصلوا بحلمكم لبر الامان. ومن كابتن اللي بيدرب الفريق اللي وصل للاسود الدكتوره كملنا كابتن منا حزام بني ده ان شاء الله توصل اسود ان شاء الله يا رب. وهي من الممتاز. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. انت وصلت للبني، والبني ده مريت بمراحل كتير، وكل مرحله بتختلف على الثانيه وبتبدا من السن الصغير للكبير. تقولي ايه النهارده وانت اصبحتي الوقت بتمرني مع الاستاذ مجدي الفريق او تاهليه ان هو يبقى ابطال؟ ده شرف ليا ان انا بدرب مع كابتن مجدي، وبعدين ان احنا ندرب الاطفال دي حاجه اصلا حلوه وبتدي روح حلوه، ولازم ان الفريق كله يبقى ايد واحده ومتكامل، واحنا بندربهم ان هم يكونوا اخوات قبل ما يكونوا زمايل في التمرين، وبنمرنهم. احلى كلام اتقال ان احنا بندربهم يبقوا اخوات قبل ما يبقوا متدربين. يعني انت بتنمي جواهم حب الاخوه وحب العطاء، وان هو يبقى سوي وبيفرز فعلا القوه الايجابيه، وما يبقاش حد متضايق من حد زعلان من حد. مش كده؟ ايوه، لان هو لما هيتضايقوا من بعض فهم كده يعني هيحصل يعني زي طاقه سلبيه بين الفريق وبعضه، فهتبقى حاجه مش كويسه ومش لطيفه ما بينهم يعني. وانت نفسك توصلي ايه وانت وصلت للبني، ومعاكي الاستاذ مجدي ومعاكي زميل ومعاكي فريق متكامل، واحنا شايفين الناس الوقت وافده، يعني كل شويه هيجي ناس اكتر واكتر، المكان هيبقى مليان. نفسك في ايه؟ ونفسك في السماحيه تبقى ايه؟ نفسي طبعا ان السماحيه تبقى حاجه كبيره يعني بابطالها وبالناس الرياضيين اللي جواها يعني، وان احنا كلنا نوصل لحلمنا، يعني كلنا نحقق حلمنا وكلنا نوصل من حلمنا وحلمك وحلم الأطفال. على فكرة الأستاذ مجدي مش عنده الفريق ده بس، هي الناس بدأ البوابة مفتوحة والناس بدأت تيجي كتيرة، وكل واحد عنده طاقة جايبيه. والسماحية احنا بنقول إن السماحية بطاقة السماحية بينها وبين بالأسد ده يا أستاذ مجدي 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص. السماحية لو أخدها جري زي ما الأبطال كده بيجروا، بتعالي يا أستاذة جنب، أما الأبطال بيجروا مسافة طويلة بيتهيألي يمشيها لحد بالأس عادي. يعني ممكن احنا كنا زمان بنروح ماشي ونيجي ماشيين. يعني بنقول اللي هيتقدم لنا من بالقاس او هيتقدم لنا من هنا ولا من هنا نرحب بيه، هنرحب بيه وفي المؤسسه. وفوق من ده وده السماحيه زي ما قلنا بينها وبين بالقاس 2 كيلو ونص. يعني لو انت صحتك قويه وشجاع هتيجي المسافه دي. هم عندهم الفريق هنا كام يا استاذ مجدي؟ يجي 2000 كده مثلا بالنسبه لايه؟ للاطفال اللي بتتمرن. لا من مثلا من 150 ل 200 لاعب. من 150 ل 200 لاعب. لو ال 150 ولا 200 لاعب دول وصل منهم بس 50 للمنتخب يبقى احنا حققنا الهدف. او لو حد شافهم بره مصر وتفاعلوا معاهم واخدوهم في انديه اكبر يبقى احنا وصلنا فعلا. يبقى احنا وصلنا. لا، في دايما في الارياف او القرى او المراكز مواهب اكبر من اللي في المدن. بس هي الفكره ان المكان بيبقى بعيد عنهم. بيبقوا اهاليهم يقول لك هو لسه هيروح بالقاس، هو لسه هيروح المنصوره، هو لسه مش عارف. بيضيعوا العيل. اللي عاوز هيوصل. هم بيضيعوا اولادهم بتخاذلهم، وان هم فعلا كانن او خايفه على بنتها او ابنها من المواصلات او خايفين من اي حاجه. احنا بنقول ما تخافش، ده ابنك ده لو بقى زي اشهر لاعب في العالم. مين عندك؟ كابتن محمد صلاح. بالنسبه لكره القدم عندك ابطال العالم كاراتيه في مصر. مين؟ في مصر كتير. احنا بنقول الكتير دول عايزين السماحيه منهم، حتى لو 5. ال5 دول هيتقدموا النهارده، وال5 دول هنجري وراهم كل كام فتره كده، كل ما يوصلوا بحزام لحزام هنبقى معاهم لحد ما نصعدهم فعلا. واحنا بنقول اللي يشوفنا دلوقتي سهل انه هيتوصل ويانا، اللي هيشوفنا دلوقتي من خلال برنامج صوت الحياه مع الاعلاميه سهير يوسف، من خلال مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القادة، من خلال جريدة الأخبار المصرية والأهرام الإخبارية. إحنا بنقول لك أهلا بيك. صحافة، إعلام، تلفزيون،
هنبقى معاك من خلال المؤسسة، ومع كل موهبة عايزة تفرز طاقته أهلا بيه. احنا قلنا المكان في سماحية في نادي الشباب السماحية، والأستاذ مجدي ال7 أيام بيستقبل الناس في ال7 أيام. كل اللي عايز يجيب ابنه أو بنته احنا على استعداد، هنأهله وهنقف جنبه وهنساعده لحد ما يوصل لدرجة حلوة من الثقافة البدنية والثقافة الشخصية، وإن هو فعلا يوصل لبر الأمان. بنقول لك يا أستاذ مجدي سعدنا بيك من خلال برنامجنا، بنقول فعلا إن الدقهلية مش مركز للرياضة وللصحة، ده أهلية عاصمة أو أيقونة العلم والثقافة والرياضة، وكل المخترعات اللي العالم اخترعها كله موجودة في الدقهلية. جميع المواهب في كل المجالات. وعشان كده بجالنا النهارده في الرياضة. واحنا عايزين الدقهلية زي ما بنقول عادل إمام في التمثيل وفاتن حمامة، يونس شلبي، فلان. لا احنا عايزين بقى في الرياضة نقول نجم السماحية، نجمة السماحية من خلال برنامجنا. احنا النهارده عزيزي المشاهدين كنا في حته من ارض السماحيه، ونفسنا الحته دي فعلا توصل للعالميه، ونفسنا كل واحد له هدف يوصل لهدف. ومعانا النهارده جايه تقول ايه كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. انت شفتي بنوتك او ابنك او بتمرن؟ ابن اسامه جايباه من وهو عنده 4 سنين عشان يبقى بطل، وفي نفس الوقت برضو الكاراتيه هيفيده، عشان ايه انا عايزاه يبقى ظابط ويبقى بطل كاراتيه، يبقى حاجه كبيره. ده هو كده لان هم بيروحوا فتره يتمرنوا سباحه كده هيبقى دخل على هيبقى سهل ان هو يبقى يتقبل. عايزاه يبقى حاجه كبيره في المجتمع، فعشان كده جايباه من وهو عنده 4 سنين، وبقى ما شاء الله وبيطلع بطولات، وما شاء الله عليه حلو، وما شاء الله مستواه بقى حلو، عشان الرياضه دي حلوه واحسن ما يلعب في الشارع. سامع نادي لبنك. هو الوقت عنده كام سنه؟ هو الوقت عنده 11 سنه. احنا بنقول له اسامه هو عنده 11 سنه، ووالدته نفسها ان ابنها يبقى ظابط، وكل هدفها ان ابنها يبقى ظابط. جابته من 4 سنين وهو الوقت عنده 11، يعني بقاله الوقت 7 سنين. 7 سنين بيتمرن، وصل للحزام الاحمر. هي كل هدفها ان هي ابنها فعلا يبقى حد في المجتمع، حد يعتمد عليه، حد نشتغل عليه، حد يبقى فعلا فخر ليها وفخر لبلده. انا بقول لك ان احنا سعداء بيكي وسعداء ان انت فعلا ابنك هتوصلي بيه لبر الامان. الايام بتجري بسرعه والحلم بيجري وياه. عايزاه يبقى بطل ويبقى حاجه كبيره، وهو الوقت اكيد فرحان. هيساعده وبيخلي له الاول الشارع بيفرز اللي هم الصيع والمتشردين. انت الوقت بتودي ابنك في حاجه بتصنع ابطال، بتصنع امجاد، بتصنع تاريخ. احنا بندخل الاوبرا المصريه بنلاقي اسماء الفنانين متعلق، يعني ساب بصمه وساب تاريخ. اما نلاقي الابطال الكوره والكاراتيه والتايكوندو وكل حاجه برضه متسجل، بنسمع تاريخ. يبقى هو صنع تاريخ وصنع حضاره وصنع مجد من التمرين. انما في الشارع ما بيصنعش غير حاجه غير انه يمنع ابن الشارع. انت فعلا ست صح وست جدعه، وابنك هيوصل اللي انت عايزاه. ويا رب اما يجي داخل كليه الشرطه نبقى نيجي احنا او الفريق اللي هيكمل من بعدنا يصور مع الناس دي. لو شفنا تعالي ناس جميله. ازيك؟ انت كنت بتصوري وام عندك كم عيل هنا؟ معايا دعاء بس. تعالي يا دعاء، تعالي. وبنت اختك ام دعاء وام جنى جايه وفرحانه بولادها، وبتقعدي معاهم طول التمرين؟ كل يوم معاهم في التمرين على طول وبحضر معاهم. يعني بتعطلي نفسك وبتيجي وياهم يوميا عشان تحسي فعلا تشجع. هي بنتك قالت عايزه ابقى دكتوره. هي عايزه تبقى دكتوره، بس عايزه تبقى بطله الكاراتيه برضه. فاهمين؟ انا فاهم. هي عايزه تبقى دكتوره، يعني نفسها. ما هي اي انسان في الدنيا جنب الكاراتيه لازم يبقى له حاجه، لان الكاراتيه ده افراز الطاقه الرياضيه اللي جواه. انما التاني ده الشغل اللي هيشتغل بها او هيعتمد عليه. تقولي ايه النهارده وتقولي ايه للسماحيه وتقولي ايه لاهل السماحيه وانت واحده فعلا حاسه ببلدك ان هي فعلا جميله، وان الاولاد دول لازم يسلط عليهم الضوء. الكل يشجع على الرياضه وللكاراتيه، لان الكاراتيه يعني حاجه مفيده للجسم وحاجه بتقوي العيل وبتدي للعيل الثقه في النفس، وبيبقى شجاع وعنده ثقه في نفسه ان هو بيلعب رياضه وعنده قوه وعنده شجاعه وما بيخافش من حد. الرياضه مفيده لجسمه ولصحته وحاجات كتير. انت بتلاقي العيل مثلا التاني سخونيه وعنده الصفرة وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، لان اصلا
قاعد ومخذول ومش. انما التاني بيطلع كل اللي جواه، وجسمه كمان بيبقى بدنيا. بيلعب في الشارع مش زي الطفل اللي بيلعب رياضه، اللي بيلعب رياضه دوت بيبقى عنده تفكير للاحسن لقدام ما للمستقبل. هو كل ما بيجري ويلعب ويتمرن في هرمونات في عقل البشريه، بيشتغل وبيتنشط وبيخلي العيال دي طموحها تكبر. وبيديله ثقه في نفسه، حتى لو راح اي مكان او كده او خرج في اي مكان غير بلده بيبقى عنده ثقه في نفسه ان هو معاه رياضه مفيده. يعني احنا هدفنا كلنا دلوقتي تشجيع. نشجع ايه؟ نشجع كل قاعده في البيت، ما تغزليش ابنك ولا بنتك. اقف مع ابنك وبنتك، لان ابنك وبنتك هم اللي بعد كده هيوصلوك لحلمك. لان بنجيبهم واحنا في الدروس في المدارس، بنجيبهم ما بنقعدهمش خالص، حتى لو عندهم دروس عندهم امتحانات برضو بنجيبهم ما بنقعدهمش. يعني ده جنب التعليم، وفي المدرسه برضو بيهتموا بهم اكتر، وهم اكيد دول اتولدوا مع بعض وعاشوا مع بعض سنين، بقى بينهم وبين بعض حب كبير. طبعا لان بيشوفوا بعض كل يوم، بيشوفوا بعض، بيشجعوا بعض. تقولوا ايه للشارع المصري النهارده وللناس بره الشارع عشان يشوفوني ونبقى قدوه او مثل ليهم؟ اتمنى ان هم يشجعوا الرياضه ويشجعوا اولادهم على لعب الرياضه، احسن من ان هم يطلعوهم في الشارع او يلعبوا ويجيبوا الفاظ او يجيبوا كلام مش كويس. لا، وديه رياضه هيلعب ويقوي جسمه. انا شفت، انا كان عندي ايفنت يوم الجمعه اللي فاتت في بورسعيد، لقيت ام المعاق او المعاقه جايه باولادها وفخوره، بتقول لي انا فخوره، ابني راح اسبانيا، ابني راح مش عارف ايه، ابني فخوره ان ابنها بطل، مش زعلانه ان ابنها بتعسر وياه، بتتعب وياه. عنده مواهب لازم يطلعها ولازم تهتم، وعندها اراده، بتبقى عندها اراده وتحدي ويا ابنها. ان هو تعبان ان هي لا لازم تقف جنبه. السليمه لا، هو زي الطفل السليم، ما تحسش ان هو عنده اعاقه. وهي دي دعوه من السماحيه واهل السماحيه. عزيزي المشاهد، احنا شفنا الاطفال هم قعدوا للتمرين، وحتى البنوته قاعده غاويه تليفون. شفنا الكل هم بيمرنوهم بطريقه جميله وطريقه سهله وطريقه بسيطه، حببوا الاطفال في الرياضه. والاطفال دول يوم هيخرجوا يكبروا في السن او يكبروا لحظه او يوصلوا لثانويه عامه، يطلعوا يدعوا للاستاذ مجدي ويقولوا الانسان ده انسان كان جد، ان هو فعلا حبنا واحنا حبناه ووصلنا بحلمنا وحلمه لبر الامان. من حلمنا وحلمك عزيزي المشاهد هنطلق بصمه واخر كلمه للاستاذ مجدي في خلال الفريق الجميل بتاعه اللي بيكونه ده، وتقول ايه بقى والناس هتسمعنا ويعرفوا من مجدي داتا صغيره كده عن كابتن مجدي. كابتن مجدي محمود حسن علي من اهل السماحيه، وانا ابن السماحيه وبطل الكاراتيه من سنه 82، والحمد لله حصلت على بطولات، والحمد لله حصلت على أحزمة عالية جدا، والحمد لله بره سافرت بره وكنت من أحسن المدربين بره. وطبعا أشكر الأستاذ عبد الباسط مدير الشباب والرياضة اللي سهل لنا التمرين في مركز شباب السماحية، وأشكر الأستاذ غادر حمادي، وأشكر عمدة السماحية الأستاذ محمد مجدي اللي بيسهل كل حاجة معانا. والحمد لله تمت فتح الأستاذ غادر حمادي فتحت نادي التضامن فوق المضيفة، صالة كبيرة جدا، ونشكرها بصراحة ربنا. عملنا وقفة مع السماحية، وقفة كبيرة مع العمدة بصراحة الأستاذ محمد مجدي، وأشكر مدير منطقة الكاراتيه بالدقهلية، وأشكر مدير الاتحاد المصري للكاراتيه كابتن دهراوي. بصراحة ربنا مخلي الكاراتيه جميل جدا ومسهل كل شيء. هو أنت أصلا لما تقابل أي عيل في شارع ولا في أي حاجة، لأن هي الحاجة الأولى للدفاع عن النفس. هي الكاراتيه يقول لك إيه، عايز ألعب كاراتيه. لعبة جميلة جدا، لعبة بتخلي الواحد يدافع عن نفسه بدون أي سلاح خالص، اللي هي الكاراتيه، يعني كلمة يعني الدفاع باليد الخالية، الدفاع باليد الخالية. وطبعا مش هنسى كابتن كبير، كابتن الدقهلية كابتن محمد سيد طه، كبير المدربين بالدقهلية. واشكر برضك الكابتن ياسر ابو النور، كبير المدربين في مركز بالقاس، اشكرهم واشكر حضرتك طبعا. وانا سعيد جدا بلقائك النهارده اللي انت جيتي صورتي في مركز شباب السماحية، وشكرا لك.
كل سنة وانتم طيبين. ونهاية حلقتنا بنقول احنا مش هنسلط الضوء على لاعبين الكرة بس ولا المشاهير، احنا هنسلط على النشء اللي بيبدأ، النشء اللي هيعلم، والنشء اللي هيترك بصمة، والنشء اللي هو هيبقى أبطال العالم بعد فترة بسيطة أو فترة وجيزة. هنشوف حلمهم. من حلمنا وحلمك مع الإعلامية سهير يوسف. سعدت بيكم.